لو رأي الناس فيك أهم من رأيك في نفسك يبقى الفيديو ده ليك. ناس كتير فاكرة إن الثقة بالنفس معناها إن صوتك يبقى عالي طول الوقت وإن كل الناس تجمع على إنها بتحبك، لكن الحقيقة عكس كده خالص. الحقيقة إن الثقة بالنفس بتيجي لما أنت تعرف قيمتك، لما أنت تديها تقديرها. مش معنى إن أنت بتغلط إن أنت شخص ضعيف أو فاشل، بالعكس. الغلط ده بيديك تجربة، بيديك قوة، بيديك خبرة إن أنت ترجع تاني وتشتغل بشكل أوضح، بأسلوب أفضل. الغلط مش معناه إن أنت شخص ضعيف ووحش، معناه إن أنت إنسان بتتعلم وبتغلط، وده طبيعي، إحنا بشر، فطبيعي جدا إن إحنا نغلط. اللي بيفهمك النقطة دي إن أنت المفروض ما تغلطش، يبقى أنت المفروض في نظره إن أنت آلة، وأنت مش كده. أنت مخلوق إنسان عادي بتغلط وبتعمل حاجات صح وحاجات غلط، فده طبيعي جدا. الثقة بالنفس إن أنت تعرف قيمتك حتى لو حد جه انتقدك. لازم تفرق ما بين الانتقاد الهدام والانتقاد البناء. يعني إيه؟ إن واحد بيجي ينتقدك علشان خاطر تعلى، وفي حد تاني يجي يقول لك إيه يا عم القرف اللي أنت عملته ده؟ إيه الحاجات الوحشة دي؟ إيه الأداء الغريب ده؟ فاهمني؟ ده انتقاد هدام، مش بيضيف لك حاجة، هو بينتقد بس. إنما الانتقاد اللي بيبني هو حد يكون بيحبك وأنت واثق فيه وعارف إن هو عايز مصلحتك. هنا ببتدي أبص للنقد ده بصة تانية، أجي أضيفه ليا كإضافة مهمة هتفيدني بعد كده. الثقة بالنفس إن أنت لو في تجربة جديدة ما تترددش لحظة إن أنت تدخلها. ادخلها، ادخلها بثقة. حتى لو عندك نسبة خبرة ضعيفة، حاول تدخلها. إيه المشكلة؟ هتغلط، هتقع فيها، هترجع تقوم تاني وهتعملها أفضل. ادي لنفسك الثقة، ممكن تعملها من أول مرة. ما تخافش، خليك واثق في نفسك لأبعد درجة، لأن أنت فعلا عندك الإمكانيات اللي تساعدك على كده. لو بصيت جواك وشفت إمكانياتك إيه، أنت هتكون مبهور بيها. المشكلة هنا بقى إن في ناس كتيرة جدا بتشتغل على نفسها وبتعمل حاجات كتير وتيجي تعمل تاسكات كتير، منتظرة بس كلمة تقدير، نظرة إعجاب، شكر. طب أنا لو ما لقيتش ده أبقى أنا إنسان فاشل وضعيف وعملت كل حاجة مش حلوة. طب أنت شايف كده؟ يبقى كل الناس تشوف كده. إذا كنت أنت مش شايف نفسك ومش شايف شغلك ومش شايف مجهودك، الناس هتشوفك إزاي؟ أنت فين من الدايرة دي؟ أنت اديت لنفسك تقديرها؟ بعد ما خلصت التاسك بتاعتك قلت الحمد لله، إيه الإنجاز اللي أنا عملته ده؟ أنا إزاي عملت كل الشغل ده؟ أنا فخور بنفسي. أنت لما هتدي لنفسك التقدير ده مش هتحتاج أي حاجة من الناس بقى. بالعكس، أنت هتكون فخور بيها. وأي حد هيضيف لك إعجاب، هيضيف لك تقدير، هتحطه معاه، لكن مش هيبقى مصدر رئيسي. لو أنت اعتمدت على تقدير الناس ورأي الناس ليك، هتلاقي نفسك تايه. ولو ما حدش اداك التقدير اللي أنت منتظره، هتلاقي نفسك حاسس بضعف الثقة بالنفس، هتلاقي نفسك حاسس بعدم التقدير. ده غير كده كمان هتفقد الشغف في كل حاجة. والمرحلة دي مش عايزين نوصل لها. المهم أنت تكون شايف نفسك. علشان كده خلينا نقول حل بسيط قوي للنقطة دي. اسأل نفسك سؤال واحد: أنا شايف نفسي إزاي؟ وقتها هتلاقي فيه أصوات كتيرة قوي بتتكلم، بس لازم صوت يطلع وتجاوب على السؤال ده. وقتها أنت هتقول لنفسك أنت شايفها إزاي. ومن هنا نبتدي نطلع بقى كل اللي جوانا، ونفهم ليه إحنا شايفينها وحشة وليه إحنا شايفينها حلوة. ونحاول إن إحنا لو حاسين بأي حاجة ممكن تكون جوانا ضعيفة، محتاجة إن هي تتظبط أكتر، تشتغل عليها، علشان خاطر بعد كده نقدر نكمل مشوارنا من غير احتياج للي حوالينا، من غير إن إحنا محتاجين نظرة أو كلمة أو مدح من أي حد. أنت تقدر على كده. خليك واثق في نفسك.